إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها عبر إقليم المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغيلزان، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالبلجة من توقيف مركبة سياحية على مستوى الطريق الولائي رقم 14. وبعد مراقبة الوثائق الإدارية للمركبة وتفتيشها، تم العثور على كمية من المواد التبغية متمثلة في علب السجائر ومادة الشمة. كان يقوم سائق المركبة بنقلها بدون رخصة. بعد تفعيل عنصر الاستعلامات والتحري وبواسطة إذن بالاختصاص وإذن بالتفتيش، تم التنقل إلى المحل التجاري لبيع المواد التبغية في بلدية عمي موسى ودرهي وبلدية جديوية، أين تم حجز كمية معتبرة من السجائر من مختلف العلامات ومادة الشمة دون حيز الفواتير، تتمثل في 9160 علبة سجائر و4220 كيس من مادة شمة، حيث تقدر القيمة المالية الإجمالية للسلع المحجوزة ب 2,480,000 دينار جزائري. الفرقة تواصل التحقيق حول انعدام الفواتير مع تسليم المحجوزات إلى مفتشية أملاك الدولة بعمي موسى. ويبقى الرقم الأخضر 1055 والموقع الخاص للشكاوي المسبقة www.bpgn.mdn تحت تصرف المواطنين.